ابتدت مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس أفريقيا. اتلعب المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. كان أول ماتش كان ما بين المنتخب الأنجولي والمنتخب الزيمبابوي اللي في مجموعتنا، وخلص التعادل 1-1، وده كان في مصلحة منتخب مصر. الماتش الثاني كان ما بين مصر وجنوب أفريقيا، والماتش ده اللي كنا خايفين منه، لكن بروح لعيبة المنتخب ودعم جماهير المغرب. لازم اشكر الجماهير المغربية قبل اي حاجة. 40,000 مشجع كان في استاد ساعته 41,000. الجماهير المغربية يا جماعة بتقدم ملحمة معانا في البطولة دي. التاني ماتش الاستاد يبقى مليان جماهير مغربية وبتشجع المنتخب المصري. الحمد لله قدرنا نكسب 1-0 عن طريق ضربة جزاء لمحمد صلاح، ولكن بعدها بدقيقة بالظبط محمد هاني اتطرد وبوظ الفرحة، خلانا نلعب الشوط الثاني واحنا كلنا على اعصابنا. اقسم بالله الواحد كان اعصابه خلاص هتتدمر واحنا بنتفرج على الشوط الثاني. والحمد لله قدرنا نكسب وناخد 6، بقى عندنا 6 بونت وصعدنا للدور اللي جاي. وثالث ماتش كان ما بين المنتخب الزامبي ومنتخب جزر القمر، وانتهى 0-0 في مجموعة المغرب. والماتش الاخير كان ماتش السهرة، المنتخب المغربي والمنتخب المالي، وانتهى بالتعادل 1-1 بركلات الجزاء. كل فريق حسبه ضربة جزاء، تعادل 1-1. المنتخب المغربي ضيع كمية أهداف مش أقل من 3-4 أهداف محققة، ولكن المنتخب المغربي عنده 4 بونت، وأعتقد إنه هيوصل أول مجموعة.